حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي احسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة نبدأ الفيديو بتاعنا. نعمل ايه؟ بيض وخضرة ومكرونة. طب يجوا مع بعض ازاي؟ انا هقول لكم غدانا سهل وبسيط. النهارده لا هقول لك اسلقيها ولا اطبخيها. هنعمل مكرونه بالخضره، فكره جديده متاكده انتوا ما شفتوهاش عند اي حد تاني. حبايب قلبي صلوا على النبي كده، ويلا نشوف احنا هنعمل ايه في الصينيه بتاعتنا دي النهارده. وهقول لكم على طريقه جميله وجديده للمكرونه، بجد ولادك لو مش بياكلوها هيحبوا. خليكم معايا حبايبي. حبايب قلبي معايا كده صينيه على النار فاضيه، ومعايا هنا طبق فيه بصلايه صغيره وقرن فلفل وفصين من الثوم. تمام، هنحطهم كده. صلوا على النبي كده بقى حبايب قلبي ووحدوا الله. وبجد بجد جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. بصوا بقى يا دوبك كده ريحه الثوم تطلع، وننزل بالمكرونه بتاعتنا. هنشوحها شويه مع البصله، هتاخد لون خفيف كده. نعم، الصوت الصغير اللي معايا ده سيف، اكيد طبعا الناس اللي متابعينها هتعرفه. نعم. الصوت اللي مش بيفارقني ابدا، ويا رب ما نفارقش بعض ابدا ابدا. البصله هتاخد لون شويه، والمكرونه كمان بتاعتنا هتاخد لون. وهقول لكم دلوقتي على التريك الجاي هنعمل ايه. بس بجد لو اول مره تشوف المكرونه دي هنا والطريقه بتاعتي دي، ما تنسيش تحط لي لايك. ويا رب كده لو جربتوها وعجبتكم ان شاء الله تقولوا لايك برضه، تقولوا لي تعليق حلو وجميل كده وتقولوا ان انتوا جربتوه. اهو حبيب قلبي انا مش راضيه افصل الفيديو علشان تشوفوه وكل حاجه معايا اهو. ايدك فيها. بصي مش هتبقى محمره محمره زي اللي بنحمروها ونحط عليها شوربه وكده وخلاص، لا هي دوبك هتاخد حاجه بسيطه كده اهو زي ما هتشوفوا دلوقتي. وطبعا انا مجهزه عصير طماطم هنزل بيه عليها، بس خليكم معايا. بصوا بقى كده حبيب قلبي، انا طبعا مهديه النار خالص. تمام، وده ايه الخضره بتاعتنا، قطعتها كبيره صغيره هي مش فارقه، المهم ان هي تبقى موجوده. بصوا بقى كده، انزل بالطماطم بتاعتي اهو. عامه هو لو في شوربه تنزلي بيها وتحطي مكعب مرق دجاج ولا حاجه، يعني انا هكمل ميه عادي. لو في شوربه هحط شوربه. كده حبايب قلبي المية بتاعتنا بالطماطم اهي، وحطيت ملح وفلفل اسمر وكمون. تمام، ولسه هقولكوا دلوقتي بقى هنعمل ايه مع بعض. بس انا قلت احط التوابل بتاعتنا الاول والملح. ويا رب يا رب الطريقه تعجبكم.
بصوا بقى، هننزل كده بالبيض بتاعنا في قلب المكرونه وجربوه وقولوا لي ايه رايكم. اهو حبايبي، اهو كده حبايب قلبي. لو عندك بقى بواقي لحمه محدش من الاولاد راضي ياكلها، وباقي مثلا مستويه في الثلاجه حاجه زي كده، انا حطيت البيض طبعا بكسره الاول بره علشان اشوف البيض اذا كان كويس او لا. ماشي حبيب قلبي، وعلى ما تستوي وهوريكم طبعا النتيجه تبقى ان شاء الله جميله زي قلوبكم الحلوه كده. خليكم معايا كده حبايب قلبي، والمكرونه بتاعتنا بتغلي اهي، ولا هنقلبها ولا هنيجي همها، بس ان شاء الله النتيجه حلوه كويسه جدا. وانا قلت برضو ان انا اجربها في صينيه معاكم كده، انا دايما كنت بعملها وبصراحه ما حطيتش بيض فيها، انا كنت بحط فراخ تمام، بس اول مره ان انا احط البيض فيها كده، وان شاء الله تكون التجربه جميله وحلوه وتعجبكم حبايب قلبي. دي شكل المكرونه بتاعتنا بعد ما خلصت اهي، وادي البيض يا جماعه مستوي، الناس اللي خايفه ان البيض ما يستويش اهو، يا رب يكون واضح لكم. بجد طعمها بيبقى جميل جدا. بالنسبه للون، لو ان هي لونها فاتح، انا لما بيكون عندي معجون طماطم بحط لها، بس انا عشان ما عنديش، انا دوبك عملت عصير الطماطم اللي حطيته معاكم ده بس بجد والله والله جميله، وبالف هنا وشوف اللي ياكل. ويا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ما تنسوش لو كان عجبكم الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتحطوا لايك. ومع السلامه حبيب قلبي، اشوفكم في الفيديو الجاي.